طلبت فحوصات واشعاعات من مريض جالي بيها، وبصيت في الاشعه والتحاليل لقيت انه خلاص تيقنت انه مريض روماتيزم عضلي او روماتويد مفصلي، وده مرض خطير جدا يا جماعه. يا ترى هنعالج المريض ده ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتكم دكتور هاني سليمان لجراحه العظام والعمود الفقري. عملنا فيديو بنتكلم فيه عن الروماتويد المفصلي، والنهارده الفيديو التكميلي. نفتكر مع بعض بسرعه. قلنا احنا هنعمل له تحليل اسمه سي كي او الكرياتين كاينيز، وده بيبين لي الالتهابات الشديده اللي موجوده في العضلات، والتحليل الانتي بودي الاي ان اي، وده بيبين لي هل في برضه التهابات موجوده ولا لا، بس برضه بتبقى متركزه في العضلات، يعني بيبان الاجسام المضاده اللي بتسبب الالتهابات. وبنعمل السي ار بي والاي اس ار، وده عباره عن تحليل بيبين الالتهابات بشكل عام وليس بشكل تاكيدي. تمام. النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ عن اهم حاجه. خلاص احنا تيقنا ان ده اسمه الروماتيزم العضلي او الروماتويد المفصلي، وده مرض صعب جدا يا جماعه. وقلنا اعراضه ان المريض بيحس بالم شديد جدا جدا، خصوصا بعد فتره راحه طويله، واكتر فتره راحه هي فتره النوم. المريض ده لما يجي يقوم من النوم يلاقي نفسه مش قادر يقوم، حتى لو حد ساعده وقعده وحاول يقومه هيحس بالم شديد، ممكن ياخد له نص ساعه لحد ما يبتدي يتحرك، ولما يتحرك برضه هيحس بالم شديد. طيب هيقعد بعد الحركه ديت ويرتاح، بعدها بشويه، في الاول هيرتاح، بعدها بشويه يحس بالم اشد. فالمريض ده بيعاني جدا، يبقى لازم علاجه يكون بحساب وبطريقه تاكيديه ان احنا خلاص تاكدنا من المرض، لان العلاج هنا هياخده بطريقه انتظاميه وطريقه مزمنه، لان ده احد امراض العظام المزمنه. طيب ايه انواع العلاج؟ ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى في الفيديو ده. اول حاجه في العلاج ان احنا بندي العيان ده المضادات الغير استرويديه. مضادات الغير استرويديه اللي هي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الايبوبروفين، وده مهم جدا في العلاج لانه بيقلل التورم وبيقلل الالم. بعد كده بناخد الاسترويدات القشريه اللي هي كورتيكوستيرويد، وده بنسميه الكورتيزون او بعض مشتقات الكورتيزون زي البريدنيزولون. تمام. برضو ده مهم جدا في حالات الالتهابات الشديده، علشان ده بيقاوم جهاز المناعه شويه وبيقلل منه التارجت بتاعه اللي هو رايح بيه على طول مباشر على العضلات، يعمل لها احياء، فبيقلل الالتهابات وبيقللها بطريقه قويه، والعيان بيحس براحه كبيره. طيب اللي بعد كده مثبطات المناعه زي الميزوتريكسيت، وديت يا جماعه في حقن وفي قراص. الحقن ديت مريض الروماتويد عارف بيسميها الحقنه اللي بالسنتي، اللي بتتاخد كل اسبوع، وديت بنقدرها يعني سواء هياخد نص سنتي او هياخد 8 مللي او هياخد سنتي كامل كل اسبوع. دي بنقدرها بعد التحاليل وقوه التحاليل وقوه المرض، والمرض ده بيهاجم ازاي، فبنديله الجرعه. لازم الجرعه تكون محدده، والعيان ياخد باله من تركيزات الجرعه ويمشي عليها بانتظام، لان دي مثبطات المناعه بتقلل مهاجمه الجهاز المناعي للعضلات، فالادويه الثانيه تجيب نتيجه والعيان يبتدي يحس براحه. يبقى قلنا اهم حاجه المضادات الغير استرويديه والاسترويديات القشريه ومثبطات المناعه. وبعد كده بناخد مرخيات العضلات زي بواسط العضلات والكلوزيبيمام، حاجات زي الزولام والكالميبام، لان ديت بتقلل الشد والتشنجات اللي موجوده في العضلات، فيبتدي المريض يحس براحه. كده غالبا يعني عملنا تجميع للادويه اللي بياخدها. وما ننساش كمان لازم ياخد مكملات غذائيه زي الكالسيوم وفيتامين دي عشان ما يتعرضش للهشاشه. الكالسيوم وفيتامين دي دول مهمين جدا جدا يا جماعه، وزي ما قلنا زي المرخيات العضلات وزي كل الادويه اللي احنا قلناها، وبالتالي هيمشي عليها، وبتبقى متابعته في الاول نصف شهريه يعني كل 15 يوم، وبعد كده بنتابعه كل شهر، وبعد كده بنتابعه كل 3 شهور لحد ما يحس بتحسن ويقدر يمارس حياته عادي. والف سلامه عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.